بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. يوم 8/12 سنة 1987 تحصل حادثة الشاحنة، ودي الحادثة اللي تبقى السبب في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أو اللي اتعرفت بعد كده باسم انتفاضة الحجارة. الحادثة دي حصلت على معبر بيت حانون. عربية كان سايقها يهودي تدخل في عربية كان عليها 6 عمال من مدينة جباليا. كل اللي في العربية ماتوا، والشعب الفلسطيني اعتبر ان الحادثة دي متعمدة، خصوصا ان الاحتلال كان عمال يستفز في الشعب الفلسطيني وتخرج المسيرات في جباليا ويفتح المحتل عليهم النار ويرتقي شهيد وعدد من الجرحى. تاني يوم يجتمع 7 من كوادر العمل الإسلامي في فلسطين، وكان معظمهم من الدعاة المعروفين للشعب الفلسطيني، وكان على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وكان ممثل عن مدينة غزة. وغزة في الوقت ده كانت تحت حكم الاحتلال، ما كانتش حكم ذاتي زي النهاردة. المهم ان الاجتماع ده ينتج عنه تأسيس حركة المقاومة الإسلامية، أو اللي اتعرفت بعد كده باسم حركة حماس. سنة 2000 تحصل الانتفاضة التانية، واللي اتسمت بانتفاضة الأقصى، ودي حصلت بسبب دخول شارون للمسجد الأقصى، وقال إن المسجد هيفضل منطقة إسرائيلية. ده استفز أهل فلسطين وخرجوا في مظاهرات ضد الاحتلال. وقتها حماس طورت الدراع العسكري بتاعها وتحول من مجموعات صغيرة لجيش ليه تشكيلات عسكرية، الجيش اللي اتسمى باسم كتائب عز الدين القسام. مين بقى عز الدين القسام؟ ركز معايا علشان هحكي لك قصته. عز الدين القسام واحد من أهم رجال المقاومة للمحتل البريطاني. استشهاده كان شرارة الثورة الفلسطينية الكبرى، واللي ابتدت سنة 1936 لحد سنة 1939، وده خلاه رمز للمقاومة الفلسطينية. محمد عز الدين ابن عبد القادر القسام، شهرته كانت عز الدين القسام. اتولد سنة 1883 في مدينة جبلة في سوريا، وعاش طفولته في مدينة جبلة، وتعلم في المدينة القرآن والقراءة والكتابة، وتعلم تعاليم الدين الإسلامي على إيد أبوه. وهو عنده 14 سنة يسافر للقاهرة، وكان معاه أخوه فخر الدين القسام، وفي الأزهر الشريف يدرس العلوم الشرعية. وبعد 8 سنين يرجع سوريا مرة تانية، يرجع وهو معاه الشهادة الأهلية في العلوم الإسلامية. عز الدين اتأثر بالمقاومة المصرية ضد المحتل الإنجليزي. الفترة اللي قعدها في مصر كان ليها تأثير كبير على شخصيته، وأسست عنده مفاهيم السياسة والوطنية. وبعد فترة يقرر إنه يسافر لإسطنبول علشان يدرس العلوم المسجدية، لكنه ما يقعدش كتير ويرجع سوريا مرة تانية. سنة 1912 يأسس مدرسة لتعليم الأطفال والكبار، وبعد كده كان بيقعد يتعلم في المساجد في حلقات تعليمية، وده علشان يدرس الحديث والتفسير. بعد كده يتعين خطيب في المسجد المنصوري، واحد من أكبر المساجد في بلده. في نفس الفترة إيطاليا تحتل ليبيا. عز الدين القسام يجمع الناس في المسجد المنصوري ويخطب فيهم ويطلب منهم الانضمام لصفوف المقاومة، وقدر يجند كتيبة سرية اتكونت من 250 فدائي، وجمع الموارد اللازمة للمقاومة، وقدر يقنع السلطات العثمانية إنها تنقلهم لليبيا، وده بعد ما كان قائد لمظاهرات كتيرة في عدد من المدن السورية. سنة 1918 فرنسا تحتل سوريا، وعلى طول عز الدين القسام يدعو للجهاد المسلح ضد فرنسا، وكمان يشتري أسلحة علشان يدرب عليها المجاهدين اللي معاه. وفي نفس السنة يبيع بيته ويسيب البلد اللي كان عايش فيها، وراح علشان يساعد واحد اسمه عمر البيطار، واللي عمل ثورة جبل صهيون ضد فرنسا. تفشل الثورة ويتحكم عليه بالإعدام بحكم غيابي. سنة 1920 يهرب لفلسطين ومعاه أصحابه. القسام اتمركز في مسجد الاستقلال، وده كان مسجد في الحي القديم في مدينة حيفا. عز الدين القسام يشتغل مأذون شرعي للقرية، وده علشان يتعرف على الأهالي ويقرب منهم أكتر، وكان بيقعد ما بينهم ويديهم دروس ليلية، وكان بيزورهم، وده زود من شعبيته. القسام ينضم للمدرسة الإسلامية في حيفا، وكمان ينضم لجمعية الشبان المسلمين، وسنة 1926 يبقى رئيس الجمعية. في الفترة دي يدعي للجهاد ضد المستعمر الإنجليزي. طبعا عز الدين القسام كان ماهر في فن الخطابة، وفي خطبته قال إن الإنجليز هم سبب كل البلاوي، ودعا لطردهم من الأراضي الفلسطينية، طبعا قبل ما ينفذوا وعد بلفور، واللي نص بإن فلسطين هتكون وطن قومي لليهود. القسام كان أول واحد يحذر من هجرة اليهود لفلسطين، وكان عارف إن بريطانيا هيكون ليها دور كبير في الهجرة دي، وانتقد السماسرة اللي باعوا الأراضي الفلسطينية للمحتل الإنجليزي. كل ده وهو بيخطط للأعمال السرية، واللي كانت أخطر من أي حاجة بيعملها. عز الدين القسام اتعلم من ثورة جبل صهيون ضد المحتل الفرنسي لازم التخطيط السري والعمل التنظيمي، وده علشان ما تحصلش أي هجمات مباغتة. سنة 1921 يأسس العصابة القسامية الجهادية، واللي برضه عدت
اعتمدت على مراحل مختلفة، زي الإعداد النفسي للشعب علشان المقاومة، واختيار العناصر اللي هتساعده، وكمان الإعداد العسكري والتدريب على الأسلحة الموجودة، وبعدين تنفيذ العمل السري، وده عن طريق عمليات جهادية فردية. وفي الآخر القرار بالخروج للجهاد المسلح ضد الاحتلال. عز الدين القسام عمل خلايا سرية صغيرة، كل مجموعة فيها 5 رجالة، وأسس وحدات متخصصة للجهاد والدعوة، وكمان عمل وحدات للاتصالات والسياسة، ده غير وحدات التجسس والتدريب العسكري. سنة 1928 بدأ الأمر ياخد شكل رسمي، وبدأ اليهود يتحركوا تحركات مستفزة، زي إنهم يتجمعوا عند حائط البراق بأعداد كبيرة، وهناك يعملوا مظاهرات تضايق المسلمين. وبدأ التحرك من الدعوة للعمل المسلح أمر ضروري. وهنروح ليوم 15 أغسطس سنة 1929. اليوم ده كان يعتبر الحداد على خراب الهيكل حسب التقويم اليهودي، والمسلمين في الوقت ده كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي. حركة بطار الصهيونية تنظم مسيرة تقول فيها الحائط لنا، وكانوا بيغنوا أغاني الحركة الصهيونية. الشرطة الإنجليزية كان عندها علم بالمظاهرات دي، فبعتت قوات من الشرطة علشان تحمي المتظاهرين الصهاينة. تاني يوم المسلمين خرجوا في مظاهرات مضادة، وتحصل اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتنتشر الاشتباكات بين اليهود والمسلمين في مدن فلسطينية تانية. يعني في مدينة الخليل يتقتل 67 يهودي، وفي مدن تانية المستوطنين يقتلوا مجموعة من العرب. على طول الشرطة الإنجليزية تطلب المدد من مصر علشان تقدر توقف العنف المتبادل في فلسطين. سنة 1931 يتم تنفيذ العملية الفدائية الرسمية الأولى، ويبتدي الهجوم على المستوطنات اليهودية، وكمان يتعمل كمان للمستوطنين، واغتيال الجواسيس اللي شغالين لحساب المحتل الإنجليزي. بس لازم يظهر خاين في القصة، توصل معلومات سرية للمخابرات الإنجليزية، ويتوقف النشاط بتاع عز الدين القسام وجماعته لمدة 4 سنين كاملة. وسنة 1935 يرجع القسام للجهاد المسلح مرة تانية، بالرغم من إنه ما كانش مستعد بشكل كامل للجهاد العسكري. لكن اللي حصل في الفترة دي أجبرته إنه ياخد القرار ده. الهجرة اليهودية زادت للأراضي الفلسطينية، وبدأ الصهاينة بمساعدة الإنجليز يشتروا البيوت والأراضي. وصل عدد اليهود في فلسطين ل 62 ألف يهودي، وبقى تحت إيديهم أراضي فلسطينية كتيرة. يشتد الحصار على عز الدين القسام اللي يهرب للمناطق الريفية. الإنجليز كانوا بيدوروا عليه في كل حتة، لحد ما جواسيس الإنجليز يعرفوا المكان المستخبي فيه عز الدين القسام. الكلام ده كان يوم 15 نوفمبر سنة 1935. ورغم كده القسام يهرب لقرية الشيخ زايد مع 15 واحد من رجالته. القرية كتر فيها المرشدين والجواسيس، وجات الشرطة الإنجليزية. القسام يؤمر رجالته إنهم ما يقتلوش أي عسكري عربي، وإنهم يقتلوا أي عسكري إنجليزي. رجالة الشرطة العربية ما كانوش عارفين هم رايحين فين. اتقال لهم إن دي مجموعة حرامية هنخلص عليهم. تستمر المعركة لمدة 6 ساعات تقريبا، ويثبت المجاهدين في مكانهم رغم التفوق العددي. تقف المعركة ويناديهم ضابط إنجليزي ويطلب منهم التسليم والنجاة، لكن رد القسام إنهم لازم يموتوا في سبيل الله. يموت 15 عسكري من الشرطة الإنجليزية، ويموت الشيخ المجاهد عز الدين القسام. الكلام ده يوم 20 نوفمبر سنة 1935. واللي حصل ده كان ليه تأثير كبير في الأحداث بعد كده، علشان سنة 1936 تحصل الثورة الفلسطينية الكبرى، واللي هتحصل على إيد الشيخ فرحان السعدي خليفة الشيخ القسام على العصابة القسامية. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.